السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية، وش حالكم؟ بشرونا عنكم وعن أوضاعكم. ربكم بخير إن شاء الله. الله يجعلكم بخير وعافية يا رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم عندي لكم قصة وقصيدة للشاعر محمد بن شلاح المطيري، صاحب البيت الشهير اللي يقول: املى الوجار وخلوا الباب مفتوح، خوف المسير يستحي ما ينادي. محمد بن شلاح كان يسكن في جدة عام 1385 هجري، وكان طول الله عماركم والسلامة فاتح بيته مفتوح دايم، وجماعته وربعه اللي في جدة يلفون عليه من بعد الفجر ويزينون قهوتهم ويزينون فطورهم. ويوم جاء يوم من الأيام ويجي واحد من شمر ويقلط عليهم. الشمري له ولد في جدة يعمل عسكري، والشمري جاي الجدة يبي يبحث عن ولده، يبي يسأل عنه ويشوف وينه واموره. من أول ما فيه جوالات ولا فيه تقنية اتصالات زي الوقت الحديث. المهم طول الله عماركم والسلامة، دخل الرجال عليهم فقال: أنا دخلت شفت الباب مفتوح وفي راسي إخرام للقهوة. الله الله. وفي راسي إخرام للقهوة ولا لقيت باب مفتوح، لقيت بيبان البيوت كلها مسكرة ولا لقيت إلا باب البيت هذا مفتوح. من هو بيته؟ قالوا جماعة محمد بن شلاح ما كان معهم، كان ورا البيت ويسمع الرجال. قالوا جماعته: هذا بيت محمد بن شلاح المطيري، انحضر ملاه وانغاب كفيناه. الله الله. قال: والله نعم. المهم ان محمد بن شلاح اسمعه من ورا البيت، فسوى البيت هذا اللي قال فيه: املى الوجار وخلوا الباب مفتوح، خوف المسير يستحي ما ينادي. وجلس البيت هذا يتيم مدة 6 أشهر. محمد بن شلاح يقول: ما لقيت شيء من البيوت يعني مثل قوة البيت هذا. وبعد 6 أشهر كمل قصيدته وقال: املى الوجار وخلوا الباب مفتوح، خوف المسير يستحي ما ينادي. نبغي إلى جاناز حدار ملفوح، وشاف البيوت مصككة جاك بادي. يقلط الديوان به الصدر مشروح، ورزقه على رازق ضعاف الجرادي. يا نمر ما في صكة الباب مصلوح، ولا هيب لنا يا مظنة فوادي. ناشي عليها تصلح المخلوق يبا يستر الروح، ناشي عليها معتمدها اعتمادي. يا نمر لو المرجلة سدو مسدوح، كل النفرها كل النقزها حر ولا برادي. لكنها من دونها المر مطروح، وارض انتبى من بذر فعلك سمادي. رجال تقصيره مع الناس مسموح، لحيث ما له في القديمة اشدادي. ورجال تقصيره مع الناس مفضوح، وكل يقول النار تخلف رمادي. الله الله. هذه قصتنا لهذا اليوم، وسلامتكم وطولة عماركم. وان قصر شيء فعذرونا، لا كامل الا وجه الله سبحانه، ودعمكم لا تخلونا منه. والله يحفظكم ويستر عليكم ويرعاكم. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.